مساء الخير. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد على قناتكم أفكار أونلاين. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنفكر مع بعض إزاي ممكن نستغل وقت الفراغ اللي عندنا، أو لما يكون عندنا أي وقت فاضي أو مفهوش شغل أو وقت كده مفيش فكرة معينة لحاجة نعملها في دماغنا. فتعالى كده ندخل على جيميناي ونسأله ازاي ممكن نقضي وقت فراغنا. بص كده انا هقوله هنا كده: ازاي ممكن استغل وقت الفراغ. هو هنا على طول اداني الاجابة، على طول بيقول لي وقت الفراغ هو فرصة ذهبية للاسترخاء والتجديد، ولكن يمكن ايضا استغلاله بشكل مثمر لتطوير الذات واكتساب مهارات جديدة. إليك بعض الأفكار لاستغلال وقت فراغك بشكل إيجابي. أول حاجة بيقولها لي تنمية الذات والتعلم. بيقول لي القراءة، استغل وقتك في قراءة الكتب والمقالات التي تسري معرفتك وتوسع آفاقك. تعلم لغة جديدة. تعلم لغة جديدة يفتح لك أبوابا للثقافات مختلفة وفرص جديدة. تطوير مهارات جديدة. تعلم مهارة جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي أو البرمجة أو العزف على آلة موسيقية. بعد كده الدورات التدريبية عبر الإنترنت. بيقول هناك العديد من الدورات التدريبية المجانية والمدفوعة عبر الإنترنت في مختلف المجالات. طيب تعال نشوف كده رقم 2. بيقول لي إيه؟ الأنشطة البدنية والصحية. يعني ممكن في وقت فراغك تمارس أنشطة بدنية وصحية، يعني مثلا ممارسة الرياضة. بيقول لي مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية. المشي في الطبيعة، استمتع بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية الخلابة. اليوجا والتأمل. بيقول لي مارس اليوجا والتأمل لتهدئة العقل وتخفيف التوتر. برضو عندنا هنا إعداد وجبات صحية، برضو حاجة مهمة ومفيدة، إعداد وجبات صحية. بيقول لي تعلم كيفية إعداد وجبات صحية ولذيذة. رقم 3 بيقول لي الأنشطة الإبداعية والترفيهية. يعني مثلا هنا الكتابة بيقول لي اكتب قصصا أو شعرا أو مقالات للتعبير عن أفكارك ومشاعرك. الرسم أو التلوين، عبر عن إبداعك من خلال الرسم أو التلوين. ممكن برضو مشاهدة الأفلام الوثائقية. بيقول شاهد الأفلام الوثائقية لتوسيع معرفتك وفهمك للعالم. كل ده أفكار حلوة ممكن نستغلها. الاستماع إلى البودكاست، استمع إلى البودكاست في مجالات تهمك. طيب بعد كده بيقول لي الأنشطة الاجتماعية والتطوعية. يعني بيقولك مثلا ممكن قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. عزز علاقاتك الاجتماعية من خلال قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. بعد كده بيقول لي التطوع في الأعمال الخيرية. يعني لو عندك أعمال خيرية ينفع تعملها. ساهم في خدمة المجتمع من خلال التطوع في الأعمال الخيرية. الانضمام إلى نوادي أو مجموعات. برضو بيقول ينضم إلى نوادي أو مجموعات تهتم بمجالات تهمك. لو أنت في نادي أو مجموعة معينة عايز تنضم ليها، دي فرصة حلوة إنك تنضم في وقت فراغك. رقم 5 بيقول تنظيم الوقت والتخطيط. بيقول لك هنا وضع قائمة بالمهام. يعني ضع قائمة بالمهام التي تريد إنجازها في وقت فراغك. وتحديد الأولويات. حدد الأولويات وركز على المهام الأكثر أهمية. يعني ممكن تفكر الأولويات إيه بالنسبة لي. إن أنا مثلا عايز أراجع حاجة معينة وعايز أبص في حاجة معينة، ده الأهم. طبعا ترتيب الأولويات ده موضوع تاني خالص. احنا ممكن بعد كده ممكن نسأل برضو جيميناي إزاي أحدد أولوياتي. خلينا ده سؤال نكتبه بعد كده. تمام. بيقول هنا تخصيص وقت محدد لكل نشاط. خصص وقتا محددا لكل نشاط لتجنب تضييع الوقت. يعني ما تخليش كل حاجة متاحة كل الوقت، لا، خلي وقت معين لكل نشاط. تمام. برضه بيقول لي هنا نصيحة إضافية. بيقول استغل وقتك في فعل شيء تستمتع به، فهذا سيجعلك أكثر التزاما. ماشي، أوكي.
لا تضغط على نفسك، فهدف وقت الفراغ هو الاسترخاء والتجديد. يعني برضو إذا استغليت وقت الفراغ في الاسترخاء والتجديد، يعني إنك تتريح شوية أو تهدي أعصابك شوية أو تسمع موسيقى أو كده، برضو ده يعتبر استغلال وقت الفراغ، مش حاجة يعني حاجة عادية خالص، مفيش مشكلة يعني. نوع في الأنشطة التي تقوم بها لتجنب الملل. يعني ممكن برضو لو أنت لقيت نفسك بتزهق من حاجة معينة، غير فيها. تذكر أن وقت الفراغ هو ملكك، فاستغله بالطريقة التي تناسبك. وفي الآخر جيميناي كده بيقول لي جملة حلوة، بيقول لي أأمل أن تساعدك هذه الأفكار في استغلال وقت فراغك بشكل مثمر وممتع. طيب تعال نقول هنا إزاي أرتب أولوياتي. بيقولك هنا إن ترتيب الأولويات مهارة أساسية لتحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة. يعني حاجة مهمة خالص. إليك بعض الخطوات التي تساعدك في ترتيب أولوياتك بفاعلية. ماشي. بيقول لي أول حاجة تحديد الأهداف. تمام. يعني بيقول لي إن الأهداف طويلة المدى، في أهداف طويلة المدى وفي أهداف قصيرة المدى. الأهداف طويلة المدى بيقول لي ما الذي تريد تحقيقه في حياتك بشكل عام. يعني مثلا على سبيل المثال، عندي مهنة ناجحة، يعني شغل، أسرة سعيدة، برضو دي حاجة من الحاجات المهمة خالص خالص، الأسرة السعيدة والصحة الجيدة. ده المفروض إنه يكون في بداية أولوياتك، ويكون برضو من الأهداف طويلة المدى، يعني اللي هتاخد منك وقت طويل، يعني تفضل تعملها كل يوم مثلا كده، يعني تفضل تبني فيها كل يوم. تمام. طيب الأهداف قصيرة المدى، تعال نشوف ما الذي تريد تحقيقه في الفترة القادمة. دي الأهداف قصيرة المدى اللي هي الإيه اللي أنت محتاجها في وقت قصير. على سبيل المثال إنهاء مثلا مشروع معين، حاجة يعني مشروع معين لازم تخلصه. تعلم مهارة جديدة، برضو إنك تتعلم مهارة جديدة دي حاجة قصيرة المدى. قضاء وقت ممتع مع العائلة، برضو دي حاجة حلوة أوي. تمام. تقييم المهام، بيقول لك قم بعمل قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها. على فكرة الموضوع ده يعني مهم وتكرر. بيقول لك بالنسبة للأهمية، ما مدى أهمية كل مهمة؟ هل هي ضرورية لتحقيق أهدافك؟ هو هنا بيديك أسئلة أنت المفروض أنت اللي تجاوب عليها. تمام. بيقول لك ما مدى أهمية كل مهمة، وهل هي ضرورية لتحقيق أهدافك؟ الإلحاح، ما مدى إلحاح كل مهمة؟ هل تحتاج إلى إنجازها في وقت محدد؟ بعد كده بيقولك استخدام مصفوفة إيزنهاور. تعتبر مصفوفة إيزنهاور أداة فعالة لتحديد أولويات. تقسم المهام إلى 4 فئات. مصفوفة إيزنهاور دي اللي فيها مهم وعاجل، ومهم وغير عاجل، وغير مهم وعاجل، وغير مهم وغير عاجل. تمام. تعال نشوف كده. بيقولك هنا مهم وعاجل، دي اللي هي لو انت هتقوم بإنجاز هذه المهام فورا، دي المهمة وعاجلة. تمام. يعني مهمة ومستعجلة. مهم وغير عاجل، دي قم بجدولة هذه المهام لوقت لاحق. يعني اعمل لنفسك جدول تخلص فيه الحاجات دي عشان هي مهمة بس هي مش مستعجلة. طيب غير مهم وعاجل، يعني حاجة مش مهمة قوي بس هي مستعجلة. قم بتفويض هذه المهام لشخص آخر إذا أمكن. يعني المهام دي طالما هي مش مهمة ممكن حد غيرك يعملها وخلاص. تمام. غير مهم وغير عاجل، قم بحذف هذه المهام طالما مش مهمة ومش مستعجلة، يبقى خلاص شيلها كده من حياتك. تحديد الأولويات، بيقولك بناء على تقييم المهام ومصفوفة إيزنهاور قم بتحديد الأولويات. ركز على المهام الأكثر أهمية وإلحاحا، ولا تتردد في تأجيل أو حذف المهام الأقل أهمية. وإدارة الوقت هنا بيقولك رقم 5 إدارة الوقت. قم بإنشاء جدول زمني لتنظيم وقتك. خصص وقتا محددا لكل مهمة. تجنب المشتتات قدر الإمكان. دي استخدم تقنيات إدارة الوقت مثل تقنية البومودورو. المرونة والتكيف، دي بيقولك هنا قد تتغير الأولويات مع مرور الوقت، لذا كن مرنا وقابلا للتكيف. يعني خليك مرن كده، ولما تتغير حاجة، يعني لما تتغير أولوياتك كده مع مرور الوقت، خليك مرن كده وقابل انك تظبط حالك مع الوضع الجديد بتاع الأولويات الجديدة. تمام.
وبعد كده بيقولك قم بمراجعة أولوياتك بانتظام وتعديلها حسب الحاجة. نصائح إضافية برضو ده نحب نشكر عليها جيميناي، بيقولك كن واقعيا في تحديد الأولويات، ولا تحاول إنجاز كل شيء في وقت واحد، مش ينفع تخلص كل حاجة في وقت واحد. خذ فترات راحة منتظمة لتجنب الإرهاق، وتعلم أن تقول لا للمهام التي لا تتناسب مع أولوياتك، برضو مهم إنك تقول لأ. قم بتجزئة المهام الكبيرة إلى مهام أصغر لتسهيل إنجازها. باتباع هذه الخطوات ستتمكن من ترتيب أولوياتك بفعالية وتحقيق أهدافك بنجاح. في نهاية الفيديو أحب أقول لكم يعني كان فيديو جميل ولذيذ ومفيد. اتعلمنا فيه إزاي بنستغل وقت فراغنا، وإزاي بنحدد أولوياتنا، وإيه الحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم بقى في فيديوهات تانية جديدة. يلا بقى، سلام.